ولا مستني تحريات جديده تقول ان انا ماليش علاقه باللي حصل، لاني كنت عارف من جوايا ان انا بريء. الفكره ان انا كنت مستني اشوف براءتي في عيون الناس اللي طول الوقت بتضغط عليك وبتحاصرك. صدقني هو ده السجن الحقيقي. هو انت من امتى بيهمك الناس يا جمال؟ ابويا مات بسبب الناس يا علي. ابني كان ممكن يعيش طول عمره في مشاكل برضه بسبب الناس. كل اللي عملته في حياتي كان بسبب الناس. يا علي احنا مش عايشين في جزيره لوحدينا. فكره الحريه من غير ناس ملهاش اي معنى. يبقى ليك الحق لما تتكلم يسمعوك، تحكي يصدقوك. لو انت مش حر عمرك ما هتقدر تعمل كده. ولو حر ومش وسط الناس، الحريه ملهاش اي معنى ولا ليها اي قيمه. ايه؟ انتوا هتفضلوا تتكلموا كده كتير؟ لا خلاص جاهزين. اول ما تقولي تعالوا هنيجي على طول. عندك مثل السفير بقى كده سهل. ادي اختار حريته، بس اختارها متاخر ملحقش يتهنى بيها. يعني انت ما كنتش متوقع ده بعد الورق اللي بعته لابو العزم؟ كنت متوقع، يعني متوقع غدر، تهديد من اي نوع، لكن قتل فوري كده على طول بصراحه لا. ابو العزم بيجيب من الاخر. الدايره اللي انت عمال تقفلها عليه خليها ما بياخدش وقت. ابو العزم، بص يا جمال، انا ما عرفتش حاجه مؤكده، بس ده اللي متخيله بعد اللي حصل. متخيل ايه تاني يا علي؟ انت عارف يا صاحبي، عارف. ابو العزم عايز يوصل لي ان لا يهمه ورقه ولا بني ادمين. بيقول لي ارجع بس بطريقه تانية. ابو العزم عايز يوصل لي ان انا من غيره خسران مهما كان ورايا مين. مش كده ولا ايه؟ يمكن ما يكونش كده يا جمال، وانه ما عادش فارق معاه رجوعك. معلش، طول عمر الحريه ليها تمن. وناوي تدفعه ويحصل لك زي بهجة سالم؟ حتى لو حصل هيبقى باختياري انا. بقول لك ايه يا علي، افتكر شويه كل اللي عشناه ومرينا بيه. بلاش يا سيدي، افتكر حالي وحالك واحنا بنستنى ساعه الصفر كنا بنبقى عاملين ازاي. كنا بنبقى عاملين زي الدكتور اللي داخل اوضه العمليات يعمل عمليه للمريض لاول مره، خايف ونهار وروحه مش مطوعه، يعني جسم من غير تفكير. حاسس انه مش هيقدر يعمل كده، حاسس انه مش هيقدر ينفذ المطلوب منه. بس اول ما كنا بنتحرك كل ده كان بيروح وراح خلاص ومش راجع تاني. خايف عليك يا صاحبي، خاف على نفسك. مش فاهمك. عشان لسه بتسمع وبتصدق كلامهم لما بيقولوا لك ايه الغلط في اللي احنا بنعمله. فاهمينك ان في الدنيا كلها في زي وزيك، وان العالم كله واقف على ايدينا. لسه مفهمينك ان في ناس لازم تضحي وتموت عشان ناس تانية تعيش. فاهمينك ان شغلنا تحت الارض هو اللي رافعها لفوق، ومن غيره مفيش حد يقدر يقف فوقيه ولا يثبت وكله هينهار. صح؟ صح، بس مش علشان ده كلامهم، علشان دي الحقيقة. فكر يا اخي ولو مرة واحدة بس انه مش كده. وانت فكر ان ابو العزم مش هيصبر عليك اكتر من كده. دي دردشه بقى ولا خناقه ولا ايه بالظبط؟ دردشة طبعا. ربنا ما يجيب خناق. طب ايه، ما جوعتوش؟ اكيد جوعنا، مش كده ولا ايه؟ صح. طب حد بقى يروح يصحلنا اللي نايم هناك ده. دلوقتي هصحيهولك على صوت المدفع. اوبا، معلش يا علي، ده للشمبانيا خير. اطلع غير. يلا يا جمال، انا جوعت بقى بصراحه يا جماعه، انتوا حرين. طب ما تعمل لنا طبقين على ذوقك كده يا منى. من عينيا. في انت كمان ساعة ما جيت وانت مش على بعضك. مفيش حاجة يا جيمي. مفيش حاجة يا جيمي. ايه؟ في حاجة حصلت غير اللي انت حكيتهولي؟ لا لا. امال مالك؟ انت مش قلت انت فتحتها في الموضوع وكانت مبسوطة؟ ايه؟ امال مالك؟ في ما تتكلم؟ يا عم مفيش حاجة، متضايق بس شوية.
طب انت مثلا حاسس ان انت اتسرعت ان انت خدت خطوه زي دي؟ لا خالص. ربع هي الانسانه ما حدش يختلف عليها. محدش يختلف عليها. هو انت بتشتري شقه؟ ما تتكلم يا عم في ايه؟ يا عم مفيش حاجه، انا بس مش مصدق الموضوع جه بسرعه كده. عارف لما تبقى طول عمرك بتدور على بني ادمه ومتخيل ان انت عمرك ما هتلاقيها وفجاه تلاقيها في وشك بتتثبت. لا واحلامها شبه احلامك وبتفكر زيك، مريحه كده يا اخي، بتوصلك لمرحله ان انت بتبقى واثق ومتاكد انك عمرك في حياتك ما هتخونها ولا هي هتخونك ولا عمركم هتضحكوا على بعض. ايوه يعني في حد كده ضحك على التاني؟ لا طبعا. لا طبعا. انت يا ابني هتجنني. ليه محسس ان كلامك غير اللي حصل يعني؟ يا عم ربع هي الانسانه انا نفسي طول عمري ابقى معاها، هي دي اللي انا بحلم بيها طول عمري. انا بصراحه مش قادر استنى اكتر من كده، انا جعان. ميرسي يا منى. خلاص. لا شكرا مش عايز، انا همشي. ماشي رايح فين؟ معلش يا منى، تعبان شويه بس. مبروك. ده ماله ده؟ مش عارف بصراحه. ناس كتير بعد خبر مقتل السفير بهجت سالم ظنوا ان دي البروفة التانية لوفاته، واننا ربما بعد عدد من السنوات نكتشف ان الراجل ما زال على قيد الحياة، زي ما حصل قبل كده في حادث اغتياله الشهير في العاصمة العراقية بغداد. ثم اكتشفنا انه على قيد الحياة بعد حادث تفجير الكنيسة لما ورد اسمه في قائمة مكالمات جمال الجبالي. المرة دي النيابة أمرت الطب الشرعي بتشريح الجثمان، وتأكدت الوفاة بالفعل رحمة الله عليه. نتمنى سرعة ضبط الجناه وتقديمهم للعدالة. نخرج لفاصل ونرجع لكم. ملا، مالك يا أستاذة؟ في حاجة؟ أستاذة ليلى، حضرتك كويسة؟ مفيش. خدوا لي وليد. خير يا زين؟ ليلى آسف، أنا عارف إنك على الهوا، بس الخبر اللي عندي ما ينفعش يستنى. خير. في حد من زمايلي بلغني حالا دلوقتي إن النيابة وجهت اتهام قتل السفير بهجت سالم لجمال. ها اجيب لك ايه تشرب؟ خلينا نكمل ليله، دي الليله ليلتك. ليله ايه بقى؟ ما اتضربت خلاص. واحد مشي والتاني سكران وطلع ينام. شكلها رست علينا وانت في الاخر. ما هي طول عمرها راسي عليا انا وانت يا جمال، بس انت اللي مش شايف. واحنا قلنا ايه؟